ايه الفرق بين الهوم وورك والهاوس وورك؟ لما تكونش عارف المعلومه تابعنا للاخر عشان تستفيد، وشير الفيديو عشان يستفيد حد تاني معاك. اول حاجه ان الكلمتين دول مختلفين في حاجه ومتفقين في كذا حاجه. اوريدي اللي هم مختلفين في المعنى. الهوم وورك دي الواجبات اللي بتنطلب منك تعملها في البيت، الواجب بتاع المدرسه او بتاع الكليه او غيره. تقول مثلا for homework finish the exercise بلا بلا بلا. طيب الهاوس وورك ده الشور اللي هي الاعمال المنزليه زي الواشنج وزي الكليننج. يعني تقول مثلا she doesn't like doing homework but she does like housework. اوكي جميل جدا. طب الاثنين دول متفقين في حاجات. الحاجه اللي هم متفقين فيها ان هم بياخدوا verb do عشان تقول يعني يحل الواجبات المنزليه تقول do the homework. طيب يقوم بالاعمال المنزليه do the housework. يبقى الاثنين بياخدوا verb do. تاني حاجه ان الكلمتين دول uncountable noun. خلي بالك الاثنين uncountable noun، وكعاده الانكاونتبل noun اللي هو ما بياخدش اس في الاخر. خلي بالك لو انت مش عارف الفرق بين countable والuncountable تابعني عشان تعرف اكتر. Don't say she does the houseworks. No, say she does the housework. Don't say I have a lot of homeworks to do. Wrong. لا قول I have a lot of homework to do. يلن عليك صاحبك يلا بقى عشان نطلع بره كده نفك شويه، تقول له لا والله لا ده انا عندي هوم ووركس كتير، وتبان بقى اللي انت واد كول كده بقى وعارف انجليزي وبتاع. لا هوم ووركس غلط. هوم وورك a lot of homework. وكعاده الانكاونتبل نون اللي احنا بنضيف لها كوانتيفاير عشان نجيب منها حاله المفرد. فهنقول I just have one more piece of homework to do. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك عندي and thanks a bunch.